يا صباح الخير عليكي. قوليلي بقى، استبدلتي البادي لوشن بتاعك بالفولتارين ولا لسه؟ تصحي من النوم تعبانه كأن في قطر دهسك، تطلعي السلم بتنهجي ركبك حل عليكي. دي يا ستي بشاير سن ال40. والحقيقه من غير حلفان ان النجاحات كلها بتبدأ في السن ده، لان المفروض انك بقيتي شخص واعي لقراراته واختياراته، بقيتي فاهمه الدنيا، عندك خبرات لا بأس بها. فمش ناقصك غير ان يبقى فيكي حيل تكملي معافرة مع الدنيا. فلازم تخلي بالك من جسمك، لانه وسيلة نقلك لعالم السلام النفسي، ومفيش سلام مع قولون عصبي وألم في المفاصل. السن ده ذهبي فعلا، الولاد بيكونوا كبروا الحمد لله، انتي وجوزك بدأتوا تاخدوا على بعض شوية، ولو مش متجوزة فانتي واعية ازاي تكملي حياتك بشكل يريحك. فيبقى نستهدى بالله ونوقف سكر ودقيق، ومش عشان تخسي، بس عشان عظمك ورجليك تعرف تشيلك. الموضوع مش مستحيل. اللي بتكلمك دي كانت لما تاكل حلويات تقول دي ناقصه سكر، اللي هو السكر ده مش مسكر ليه. بس اللي خلاني ابطل واستمر اني بقيت بعرف اقف على رجلي من غير ما اتوجع، بمشي من غير ما اقف كل شويه اريح، واطلع السلم من غير ما ركبي تطقطق. كنت من بره ابان امراه تلاتينيه، لكن جسمي شغال بكفاءه مرأة في التسعين. كنت بعاني من اقل مجهود، ايام لا يرجعها ربنا يعني. وبرضه اللي بتكلمك دي وصلت لمرحلة ان مفيش حاجة كانت بتيجي على مقاسها غير توك الشعر. وبعد ما بطلت السكر والدقيق الابيض ومن غير ريجيم معين، جسمي بدأت تظهر له ملامح. واتمشي كتير علشان قلبك، برضه مش عشان الخسسان. نامي بدري، مش معقول تبقي وصلتي للسن ده ولسه بنقولك نامي بدري عشان تصحي بدري. اليوم كله هيبقى بركة، وهتلاقي انك بتعملي حاجات كتير قوي في اليوم. في واحد اسمه روبن شارما عامل كتاب طالعين بيه السما، اسمه نادي الخامسة صباحا. عمال ينتع في الكتاب ويعدد فوائد الصحيان بدري، وقد ايه احنا يعني هيطلع لنا جناحات لو عملنا كده وصحينا بدري. سيدنا محمد قالها في جملة واحدة: جعلت البركة لأمتي في بكورها. فنامي بدري واصحي بدري وخدي ثواب اتباع سنة سيدنا محمد. اه، وامشي كتير وجوعي نفسك. الجوع مفيد جدا للجسم لانه بينضفه وبيخليه صحي جدا، وبرضه مش عشان الخسسان. او صومي وخدي ثواب صيام النوافل. اه، وامشي كتير. بس ما عادش عندي حاجة تانية اقولها لك علشان جسمك. ندخل بقى على اللول الكبير، نفسك اللي بين ضلوعك. نفسك دي لازم تشغليها بحاجة. نفسك لو مش مشغولة هتسوحك. وكتر قعدتك على فكرة على السوشيال ميديا دي تسويحة نفسك بعتتك ليها. ده يا شيخة من راقب الناس مات هما، واحنا هنموت منفجرين من كتر الفر على الفيس والريلز اللي بنشوفها. بلاش ام زيتونة وفوزة ولوزة اللي بتتفرج عليهم دول. شغلي ودانك شوية بدل عينيك اللي بتتفرج وبس. اسمعي اي بودكاست ينفعك. وعي على فكرة بودكاست حلو جدا وخفيف، هاتيه كده من الاول وامشي معاه، هتلاقي يومك ما بيحلاش غير لما بتسمعيه. او جلاس روم، هتلاقي في ناس بتتكلم عن خبرات في حياتها هتفيدك برضو. يا ستي شوفي الدحيح، حتى اهو اي معلومة جديدة تدخل هذا الكيان. اسمعي فاضل سليمان عامل دورة تربية إيمانية ودورة تانية تربية روحية من أحسن ما يكون. عامل كمان سلسلة كيف تحاور ملحد، هتنفعك جدا يعني لنفسك، وحتى لو حد بعد الشر من عيالك شت تبقي قادرة انك تكلميه وتفهميه وتردي عليه. واسمعي المنشاوي، مش مجرد انك تشغلي قرآن في البيت علشان تحل البركة او تطردي الارواح الشريرة، مش ده قصدي. وحتى لو كنتي حافظة القرآن كله لازم تسمعي القرآن. والمنشاوي مش مجرد قارئ، ده بيوعظ بالقرآن، مش بيرتل كده وخلاص. بيفتح لك مخك لمعاني آيات ممكن تكوني قرأتيها 100 مرة بس ما خدتيش بالك منها قبل كده. وهو مثلا بيقرأ في سورة مريم، قال الآية بتاعت فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قالها بطريقة فيها كده حكمة، يعني طريقة حد فاهم هو بيقرأ ايه. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، وسكت. تاني قالها تاني، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له،
وسكت برضه. فتاخدي بالك انه ده لما اعتزلهم وهبنا له. فتعكسي ده على حياتك وتقولي ده انا لما اعتزل اي حاجة بتشغلني عن ربنا، ربنا هيرزقني وهيوهبني. مثلا برضو في سورة غافر الآية اللي بتقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. هو قرأها ازاي؟ قال: يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع، هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. عادها تاني: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. في التالتة بقى على صوته: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، اللي هو يمكن البعيد يفهم بقى. خلي القرآن يدخل جواكي لأنه غذاء للروح والله. يعني لو هتقدمي لجسمك أكل نظيف، برضو روحك محتاجة غذاء صحي. بصي، احنا مش هنعيش مرة واحدة، واللي يقولك احنا هنعيش مرة واحدة اقطعي علاقتك بيه. احنا مخلوقات مخلدة، بنعدي بس بمراحل حياتية لحد ما نوصل في الآخر للخلود. الأول كنا أجلنا عايمين في الرحم، أكلين شاربين مش حاسين بحاجة، وبعد كده متنا وجينا الدنيا وبقينا بني آدمين، وشوية وهنموت ونبقى أرواح في عالم البرزخ، ولحد ما تقوم قيامتنا ونعيش الخلود، يا إما في الجنة يا إما في النار. وكل واحد فينا محجوز له مكان في الجنة ومكان تاني في النار. وانتي بقى وعملك في الدنيا، يا إما شغالة بتبني قصر في الجنة يا إما بتزودي فحم لمكانك في النار والعياذ بالله. الفكرة عاملة زي ما نكون شغالين في الدنيا دي بندفع أقساط. انتي مثلا حاجزة مكان عايزة تشتريه وبتدفعي أقساطه كل يوم أو كل لحظة. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الدار التي كان قبل الموت يبنيها. وعلى حسب بقى انتي دفعتي قد ايه ودفعتي اقساطك دي فين. فركزي، مش جايين الدنيا نلعب ونهزر. المرعب في الموضوع اننا مخلدون، اننا مش هنعرف نرجع تاني نصلح اللي بوظناه. هي جولة واحدة وبعد كده جيم اوفر. فالواحد المفروض لما تعدي سنة من عمره يزعل ويجيب ناس تزعل، مش يعمل حفلة ويلبس طرطور ويحط زمارة في بقه. معلش الأطفال بنعمل كده معاهم علشان هما كبروا سنة وبدأوا بقى يتعلموا حاجات جديدة وهيكتسبوا خبرات جديدة، فبنبقى فرحانين بيهم. إنما الصراحة بعد ال30 مفروض نتكسف على دمنا ونبطل العادة دي. بس فخدي بالك من نفسك، لأن دي فرصة مش هتتكرر. وافتكري انك تيجي متأخر احسن كتير من انك ما تجيش خالص. اشوفك تاني الصبح ان شاء الله. سلام.